إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا قلوبنا بتوجعنا من الأحداث الأليمة اللي ألمت بأمتنا وبإخواتنا امبارح وفي الأيام القليلة اللي فاتت، ولازم كلنا نتفاعل مع الموضوع بشكل إيجابي. من وجهة نظرنا يبقى عندنا حل من 3 حلول. أول حاجة إن إحنا لازم ندعي لهم بنية صادقة وإخلاص لربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا يفك عنهم الغمة ويفك كربهم ويلهمهم ويلهمنا معاهم الصبر ويثبت أقدامهم. الحاجة التانية إن إحنا لابد نكون إحنا إعلامهم البديل، ننشر خرائط فلسطين القديمة، نتكلم عن الأحداث وإزاي دخل الصهاينة أرض فلسطين، نتكلم عن حرب أكتوبر وإزاي بدأت ومين اللي كان بدأ بالاعتداء وإيه اللي حصل في الحرب بعد كده. واللي يقدر فينا يترجم الأحداث دي والمنشورات دي اللي بتتنشر للغات تانية ننشرها على أوسع نطاق، عشان نكون إحنا إعلامهم البديل ونعرف الدنيا كلها بالأحداث التاريخية اللي ممكن تحصل. الحاجة التالتة من وجهة نظري اللي لازم كل واحد فينا يشتغل ويعمل اللي عليه عشان نقدر نقوي بلدنا بجد، وتفضل دايما درع حماية لينا ولإخواتنا، ونقدر نساعد نفسنا ونساعد إخواتنا باستمرار. إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب في إسرائيل. ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة. أقول لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى بين إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. أنا قلت لمعالي المستشار مصر فيها 105 مليون، والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض. وإذا يعني استدعى الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين. محبة أي مخطط ممكن يأثر على استقرار بلدنا أو يأثر على الوضع الأمن فيها، ولازم كلنا نتكاتف بصراحة ونبقى إيد واحدة. سيبك أنت بقى من حوار الكورة أهلي وزمالك واسماعيلاوي ومصراوي، إحنا في الآخر واحد، إحنا في الآخر دولة واحدة وأمة واحدة وعايشين في وطن واحد وبنتكلم لغة واحدة. لازم كل واحد يبقى إيده على إيد أخوه وقلبه على قلب أخوه وقلبه على البلد، عشان بلد تفضل قوية واقفة على رجليها وتقدر دايما تواجه التحديات اللي بتحصل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون مرة تانية.